والخونه كيترقوا، ولاد الشعب كيتدافعوا، ولاد الشعب كيتدافعوا، ولاد الشعب كيتدافعوا، ولاد الشعب كيتدافعوا، وطر البلاد كيتدافعوا، وطر البلاد كيتدافعوا، وطر البلاد كيتدافعوا. وهذا عيب هذا عار، وهذا عيب هذا عار، وهذا عيب هذا عار، وهذا عيب هذا عار. وطر البلاد في خطر، وطر البلاد في خطر، وطر البلاد في خطر، وطر البلاد في خطر. وهذا عيب هذا عار، وهذا عيب هذا عار، وهذا عيب هذا عار، وهذا عيب هذا عار. وطر البلاد في خطر، وطر البلاد في خطر، وطر البلاد في خطر. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. 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 هذا مغرب الزرواطة، ماشي مغرب الكفاءة، ماشي مغرب الكفاءة، وهذا مغرب الثروة. هذا مغرب الثروة، ماشي مغرب الكفاءة، ماشي مغرب الكفاءة. هذا مغرب الثروة، ماشي مغرب الثروة، ماشي مغرب الكفاءة، ماشي مغرب الكفاءة. لينا مغرب الكفاءة، لينا مغرب الكفاءة، ماشي مغرب الثروة، ماشي مغرب الثروة. لينا مغرب الكفاءة، ماشي مغرب الثروة. لينا مغرب الكفاءة، ماشي مغرب الثروة. اليوم شعبية القطر جات من كل مدينة نحجي، وجينا واحتجينا من كل مدينة جينا، وجينا واحتجينا من كل مدينة جينا، وجينا واحتجينا من كل مدينة جينا، وجينا واحتجينا من كل مدينة جينا. والحرية اللي بغينا والمخزن يعبي فينا، والحرية اللي بغينا والمخزن يعبي فينا. والكرامة اللي بغينا والمخزن يقمع فينا، والكرامة اللي بغينا والمخزن يقمع فينا. والعدالة اللي بغينا والمخزن يقمع فينا، والعدالة اللي بغينا والمخزن يقمع فينا. واليد في اليد يا أطار الحرية، واليد في اليد يا أطار الحرية. والانتصار في هذه المعركة، والانتصار في هذه المعركة. واليد في اليد يا أطار الحرية، واليد في اليد يا أطار الحرية. والانتصار في هذه المعركة، والانتصار في هذه المعركة. وجينا واحتجينا من كل مدينة جينا، وجينا واحتجينا من كل مدينة جينا. والحرية اللي بغينا والمخزن يعبي فينا، والحرية اللي بغينا والمخزن يعبي فينا. والعدالة اللي بغينا والمخزن يقمع فينا، والعدالة اللي بغينا والمخزن يقمع فينا. واليد في اليد يا أطار الحرية، واليد في اليد يا أطار الحرية. واليد في اليد يا أطار
مع كلمة الأستاذ الرياضي حول الأطر التي أيها الحضور الكرام، باسم اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية أشكركم على حضوركم معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية التي ننظمها تعبيرا عن رفضنا لتعنت المسؤولين وإمعانهم في خرق القوانين واستدامة الظلم الذي مارسته ضد عشرات الأطر والكفاءات في العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمتمثل في الإعفاء من المسؤولية أو من المهام بشكل تعسفي. إن حضوركم دعم لنضالنا وتشجيع لصمود الأطر المتضررة، كما هو تأكيد لمواقفكم النبيلة الرافضة للتعسف أينما مورس، وتجسيدا لمبدأ التضامن الإنساني والحقوق مع مواطنين مغاربة استهدفتهم قرارات إدارية مجحفة وجائرة بسبب انتمائهم السياسي واختياراتهم الفكرية. لهذا فإننا في هذه الوقفة نرفع صوتنا عاليا لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية، فهذا جرم ليس ضد المتضررين من القرارات التعسفية فقط، بل هو ضد كل المواطنين والمواطنات الذين ينتظرون أجود الخدمات من الإدارة العمومية مقابل ما يؤدونه من ضرائب، فإذا بأموالهم تستخدم ضدهم وضد القانون وضد مبادئ الحكامة الجيدة حين تحرم الإدارة. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إن هذه القرارات هي ضد مبادئ الحكمة الجيدة حين تحرم الإدارة من أطر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وتترك مرافق عديدة دون مشرف خدمة لأهداف سياسية غير مشروعة، إذ لم تستطع الدولة أن تثبت ما تدعيه من مبررات لقراراتها الجائرة ضد الأطر المستهدفة. ويرجع مسلسل الانتهاكات مسلسل انتهاكات إلى شهر دجنبر من السنة الماضية، حين انطلقت حملة ممنهجة استهدفت لحد الآن أكثر من 140 مسؤولا بالوظيفة العمومية وبعض المؤسسات العمومية، تلقوا قرارات بإعفائهم من المسؤولية دون احترام للقانون وفي انتهاك سافر وخرق خارق للمساطر المعمول بها، وبطريقة ارتجالية وصلت حد إعفاء موظفين من المهام وليس فقط من مناصب المسؤولية، حيث تم إعفاء مفتش من مهام التفتيش وأطر التوجيه والتخطيط من مهامهم هذه، مما يوضح مستوى العبث الذي وصلت إليه الجهات التي كانت وراء هذه القرارات. إن اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية المشكلة من العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية وممثل عدد من الهيئات المتضامنة مع المتضررين، وقفت بشكل دقيق ولا لبس فيه على الطابع السياسي لهذه القرارات، وتأكدت أن المعنيين هم مستهدفون بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان، واقتنعت أن الدولة مارست انتهاكا صارخا لقانون الوظيفة العمومية الذي يحظر الإشارة إلى الانتماء السياسي للموظف في ملفه والتمييز بين الموظفين على أساسه، وارتكبت خرقا سافرا لمبدأ عدم التمييز في المهنة والاستخدام الذي تنص عليه منظمة العمل الدولية، وسجلت تناقضا مع ما ينص عليه الدستور من مساواة المواطنين في تقلد المناصب العمومية. لا لا ثم لا للعبث بالإدارة، لا لا ثم لا للعبث بالإدارة، لا لا بالإدارة، لا لا
المتضررين من الإعفاءات التعسفية بعد وقوفها على مختلف أصناف الخرق الناتجة عن هذه القرارات الجائرة، تعتبر أن هذه الحملة الممنهجة تأتي في سياق تعرف فيه الحقوق والحريات ترديا كبيرا وتراجعات خطيرة تستهدف المكتسبات الحقوقية، وتعكس مستوى الاستبداد الذي تمارسه السلطة ضد من لا تروق لها مواقفهم وضد من يناضل من أجل الديمقراطية والكرامة. وفي هذا السياق تعرضت الحركة الحقوقية للحصار والممنهج، ووجهت النضالات النقابية بالقمع والتضييق، واستعملت ضد الاحتجاجات الشعبية قبضة أمنية عنيفة عرفت أوجها في منطقة الريف، حيث تعرض عشرات النشطاء والصحفيين للاعتقال والمحاكمات الجائرة. لذا وفي إطار التضامن مع كل ضحايا الظلم والقهر ننضم بدورنا إلى الإجماع الحقوقي المطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الريف الصحفيين والنشطاء والاستجابة لمطالب سكانه المشروعة. أيها التضامن اللي بغيناه يكون الوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون الوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون الوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون. أيها الحضور الكرام، في الشهور الثلاثة الأخيرة سطرت اللجنة برنامجا نضاليا وقامت في إطاره بحملة ترافعية لدى جهات متعددة، فتواصلت مع أغلب الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية ومع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وراسلت كل القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وأعدت مراسلات وتقارير للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، كما راسلت العديد من التنظيمات الوطنية توخيا للمزيد من الدعم والمساندة. وخلال حملتها التواصلية لمست اللجنة تعاطفا ملحوظا مع قضية المتضررين من الإعفاءات التعسفية باعتبارها قضية حقوقية بامتياز، وهي تشكر بهذه المناسبة كل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية والنسائية والإعلامية التي ساندتها، وكل من قدم لها ما تحتاجه من تسهيلات وإمكانيات، كما تشكر البرلمانيين الذين وجهوا الأسئلة لوزير التربية الوطنية في الموضوع، والذي ردت عليه اللجنة على جوابه المليء بالمغالطات من خلال بيان أصدرته تحت عنوان الدولة تلجأ إلى الكذب والرعونة في محاولة لتبرير الظلم والتعسف. وختاما، فإننا في اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية نشكركم على تضامنكم، ونؤكد أننا سنواصل نضالنا من أجل رفع الظلم الذي لقيه المتضررون من هذه الإعفاءات التعسفية، ونلتمس منكم المزيد من التضامن والمساندة والوقوف ضد كل أوجه الجور والحيف الذي تمارسه السلطة، وندعوكم في هذا الإطار إلى التوقيع المكثف على العريضة التضامنية التي سنعلن عن إطلاق حملة التوقيعات عليها بعد قليل في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار برنامجنا النضالي المتواصل. وندعو أيضا الصحفيين الحاضرين إلى تغطية هذا النشاط مشكورين على مواكبتهم وتغطيتهم لأنشطتنا. وشكرا مجددا ومزيدا من النضال لرفع كل أشكال الظلم والتعسف ومن أجل فرض احترام القانون وإعمال الحقوق. وشكرا. والموعد نفس 7:30 في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل حفل إطلاق جمع التوقيعات على العارضة التضامنية. وشكرا لكم مجددا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. سينكسر منصرف.